سلام. في الفيديو اللي حطيت ديال تجربتي اللي شاركتها معكم ديال انني حفظت وبريباريت للباك في ظرف شهر، اغلبيه منكم سولوني كيفاش درت الاجتماعيات، كيفاش درت ماده الاجتماعيات اللي طويله ومعقده، كيفاش درت حتى حفظتها. داكشي علاش في هذا الفيديو هذا غنشارك معكم التجربه ديالي كيفاش انا شخصيا درت باش حفظت الاجتماعيات في مده اللي قصيره بزاف. داكشي باش خليكم معايا وما تنساوش الاشتراك باش يوصلكم اي جديد. اول حاجه درتها هي انني قسمت الدروس ديال الاجتماعيات. كيف ما حنا عارفين انه في الجهوي او لا في الدروس تاع البكالوريا حره، اشنو كيكون عندنا في الاجتماعيات؟ كاينين المحاور كبيره. يعني ملي كنقولوا المغرب راه كاينين 4 الدروس، يقدر ما بقيتش متاكده ديال المغرب. ملي كنقولوا مثلا الدول العظمى راه كاينين واحد 4 الدروس تاع الدول العظمى. يعني الدروس ما غاديش نجمعوهم، ما غاديش نحفظوا الدرس علاش كل درس مفرق. لا، اول حاجه درتها هي جمعت المحاور الكبار. يعني كل محور الدروس اللي كيجمع. ملي كنقول المغرب كنجمعوا الدروس كاملين تاع الحمايه ديال كلشي داكشي اللي كان. ملي كنقولوا مثلا يعني الدروس تاع الدول العظمى راه كنجمعوا امريكا، كنجمعوا يعني الدول اللي معاها، يعني باش نحط يسهل عليك الحفظ. وباش حيت الدروس في المقال ما كيكونوش ما كيحطوش المقال في درس، لا تيحطوا المقال في المحور. يعني ممكن نعطيك مثلا مثلا في المغرب مثلا يكون نعطيك واحد السؤال مركب ما بين 3 الدروس تاع المغرب مثلا كاملين. يعني هذه اول حاجه ديرها، واول حاجه درتها انا هي انني شديت المحاور قسمتهم. يعني هذا المحور هذا فيه 4 الدروس، وهذا المحور فيه 3 الدروس، هذا المحور هكا في التاريخ وهكا في الجغرافيا. الحاجه الثانيه اللي درت هي انني عرفت كيف كنديروا. يعني اننا كنكون كل عام كيكون المقال محطوط في واحد الحاجه، العام الاخر ما كيتحطش في نفس الحاجه، كيتحط في الحاجه الاخرى. هادشي بالنسبه للدوره العاديه. عرفت المقال اللي كان قبل كان محطوط مثلا كان في العام ديالي انا في 2020 تحط في 2019 كان تحط في التاريخ، والعام ديالي انا 2020 كان تحط في الجغرافيا. يعني كنت مبازيه عارفه انه الامتحان غادي يتحط في الجغرافيا. يعني هكذا كيعطيك واحد تركز اكثر على الجغرافيا، يعني في الحفاظه اكثر ما كتركز عليها في التاريخ. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه اللي درت هي انني ركزت على الفهامه اكثر من الحفاظه، وبزاف يعني انني حاولت انني نفهم الدروس مزيان. كيفاش درت حتى فهمت الدروس؟ اول حاجه درتها هي انني جلست كنسمع لي فيديو. هذه القضيه قلتها لكم بامال دو فوا، يعني في جميع لي فيديو اللي سبقوا هضرت على انني استعنت بزاف بيوتيوب. يعني جلست كنحاول انني النهار كامل وكنت كنسمع حيتاش ما كنتش مساليه. وهذه القضيه ديال الناس اللي ما كيساليوش بالنهار، اللي كيكونوا كيديروا حاجه اخرى، يعني انكم تقدروا داك الوقت اللي كيكون مثلا كدير فيه واحد الحاجه تستغلوا في انك تسمع الدروس. كنت كنسمع يعني الدروس ديال الشرح ديال الاجتماعيات، يعني بطرق، يعني كاين اللي كيشرح بالدارجه، كاينين فيديوهات تاع الناس اللي شارحين بطريقه بشكل قصه، كاينين بزاف في يوتيوب الا قلبتوا راه غتلقاو. هادشي اللي كنت كندير، كنت كنسمع بزاف الكور. من بعد في الليل ملي كنسالي اولا ملي كنلقى واحد الوقت كنحاول انني نتفكر داكشي اللي كنت ديجا حفظت، اللي ديجا فهمت. هذه القضيه غتنفعكم بزاف، حاولوا انكم ديروها. منين شوف المعلومات اللي بقاو لك في دماغك، حتى الا كنتي حفظتي منين تحفظ وتسالي، حاول انك تاخذ دفتر ورقه وتحاول انك تعاود تسيتي اولا تاخذ داك الهير اللي يعني رؤوس الاقلام اللي خديتي ولا اللي عقلتي عليهم. هادشي هذه هي الحاجه الثالثه اللي درت، هي انني كيف قلت لكم سمعت الفيديوهات بزاف، جلست كنحاول انني نفهم. عاده كنحاول انني من بعد كنشوف داك الدرس كنقراه، من بعد ما كنقراه مزيان كنلخصو. هذه الحاجه الثانيه نبغي انني ننصح بها هي انه التلخيصات في حياتكم كامله ماشي غير في باك حر، حاولوا تبعدوا على التلخيصات اللي كيكونوا واجدين. حيتاش راه حتى انني ملي كنكون كنقاد التلخيص راه كنكون في ديك الحاله كنكون كنقاد، يعني كنكون كنحفظ حيتاش كنكتب داكشي بيديا وكنكون تنراجع في ديك اللحظه. يعني حاولوا انكم التلخيصات تقادوهم بوحدكم، ما تعتمدوش على التلخيص اللي موجود. وحتى ملي كتلخص بوحدك راه كتقدر انك تعرف شنو هي الحاجه اللي كتبان لك مهمه والحاجه اللي كتبان لك ما مهماش. هادشي اللي درت. كنوصل للعشيه منين كنكون ساليه كنجلس كنحاول انني نلخص داكشي اللي يعني الدرس ملي كنقراه مزيان وهذا كنلخصو على شكل واحد الشيما، كنقادها واحد الخطاطه كنقادها يعني، وكنكتب فيها الاشياء اللي بانوا لي مهمه جدا. وحتى مساله اخرى هي انك تقدر تحاول انك تختصر الجمل الطويله بكلمه. يعني منين كنقول لك مثلا مثلا معركه مثلا شي وادي الذهب ولا شي معركه بحال هكا، انت صافي راه عرفتي اشنا هما في دماغك، حاول تعقل على شنو هما الاشياء اللي كيفكروك في ديك المعركه مثلا. يعني بحال هكا هادشي اللي كنت كندير. كنت كنحاول انني جمله يعني كلمه تنعقل عليها بواحد، تنحطها غير كلمه في الخطاطه، وكنحاول انني نتفكر يعني الاشياء اللي كانوا دايرين بديك الكلمه. هادشي بالنسبه للفهمه. حاجه اخرى هي انكم حاولوا بما امكن ما تحفظوش من الاشياء اللي كثيره.
ما تحفظوش من البي دي اف. حاولوا بما امكن البي دي اف تعاودوا تكتبوه بيديكم. كاينين تجارب اللي داروا دراسات لانه كيثبتوا باللي الطريقه باش كابطيو، يعني ما عنديش سميت الدراسه ولا الليان ديالها باش نحطها حيت هذا الشيء قريته في الدومين عندي، يعني في علم النفس. كيقول لك باللي راه التلاميذ كياخذوا اولا الطلبه كياخذوا معلومات اكثر من الورقه ومن الطريقه من الكتابه احسن من البي دي اف، من التصاور ولا من الشاشه. يعني حاول بما امكن انك تعاود تكتب اي حاجه بيديك، يعني اي حاجه كنتي كتحفظها. هذا الشيء والحاجه الثانيه هي تعتمد على واحد الغسوخ واحد. منين نكون كنحفظ نكون كندير مثلا اشنو، نكون عندي واحد كتاب واحد هو فاش نقاد هو نحفظ منه في كل ساعه كنبغي نراجع. ماشي يكونوا عندي مثلا 4 الاشياء او 5 الاشياء اللي كنحفظ منهم مشتتين. مره نحفظ من البي دي اف، مره نحفظ من الدفتر، مره نحفظ من واحد الدوكيمون مخرجه انا طابعه، مره لا. حاول بما امكن انك تحفظ من اشياء اللي حاجه وحده. نجلس للماده نلخصها نقادها نكتبها نخليها عندي في الدفتر وصافي. انا للاسف هذه القضيه هذه ما كنتش يعني اعتمدت عليها بزاف في الباك حيتاش ما كانش عندي الوقت ليها بزاف. يعني في الاجتماعيات بوحدها هي الماده اللي جلست لخصتها حيتاش ضروري فيها الحفاظه بزاف. المواد الاخرين ما كنتش جلست كتبتهم، ما كنتش يعني جلست لخصتهم وكل شيء. كنت كنقرا غير من، ولكن كنت معتمده على انني كنقرا من اتجاه من غوسوخ واحد. حيتاش نهار الامتحان ملي كتحاول تفكر راه كتفكر الصفحه اللي حفظتي فيها. الا حفظتي من صفحات مختلفه منين غتبغي تعاود تفكر غتلقى راسك مشتت حيتاش ما غتلقاش منين كيفاش دير تشد المعلومه. حاجه واحده اخرى اللي اعتمدت عليها بزاف هي انه التكرار المتباعد. حاول بما امكن انك باش تعقل على الحاجه حاول انك ماشي تحفظها مره واحده وتحيد. انا الاجتماعيات هي الماده اللي بقات غاده معايا الشهر كله. علاش؟ حيتاش كنت اشنو كنت كندير ليها؟ كنت ماشي كنعطيها وقت حفظتها وصافي، لا عطيتها وقت وحفظتها وجلست ليها وفهمتها وكل شيء، ولكن ماشي سديت عليها وحبستها وحيدت وقلت صافي راه ضبطت هذيك الماده. لا، بقيت كنراجع فيها. بقيت كل شويه كيكون عندي شي وقت اولا شي حاجه كنجبد يعني الملخصات اللي رخص وكنضرب عليهم طله الراق. كنحاول انني نعاود نشوف شنو الحوايج اللي عقل عليهم وشنو هما الحوايج اللي نسيتهم. كنحاول انني نخدم امتحانات باش كنشوف راسي شنو اللي نسيت وشنو اللي لا. هذه الطريقه تاع خدمه الامتحانات مهمه بزاف. ديجا نصحت بها بامال دو فوا في لي فيديوهات اللي سبقوا. يعني هذا الشيء اللي بغيت نقول لك، انك خدم امتحانات وحاول انك تبقى تكرر على راسك هذوك الدروس او دوك الملخصات اللي حفظتي. الا حفظتي الحاجه مره واحده وما بقيتيش تليطي عليها كون متاكد غتنساها. الذاكره ديالنا كتشد بجوج طرق، بالفهم العميق وبالتكرار. حاول انك الحاجه تفهمها مزيان وانك تبقى تعاودها على راسك بزاف تاع المرات. حاجه اخرى اللي كنت كندير بزاف واللي نفعتني واللي كنديرها حتى دابا في الدروس ديالي هي كنشرح لراسي. حاول بما امكن وحتى للناس اخرين الا كنتي شي حاجه فهمتيها مزيان وشرحتيها للناس وشرحتيها يعني الا ما لقيتيش الناس شرحها لراسك كتقدر كتشدها اكثر وكيبان لك الخلل فين كاين ملي كتبغي تشرح. مثلا الا جيتي جلس مع الوالده ديالك او لا خوك او لا شدو قول اجي نعاود لك واحد القصه، اجي نعاود لك كيفاش طرات الحرب العالميه الاولى. يعني بحال هكا بقى تقول ليه عرفتي عقلتي الحرب العالميه الاولى راه بزاف تاع القتلى خلفاتو هذا، ولكن نجي نقول لك السبب ديالها كيفاش دارت. عرفتي راه السبب ديالها راه كان واحد ولي العهد تاع هذا. بحال هكا كتجلس ملي اخوك غادي يجلس يسولك شي سؤال يقدر يسولك يقول لك ها واشنو طرا من بعد، غتقول لي ها شنو طرا شكون اللي ربح ها اللي ربح. يعني بهذيك الطريقه نتايا ملي كتعاود لشي حد وهو كيسولك كيخليك انك كيخليك كتنتبه وكتعقل اكثر. ولا ما لقيتيش شي حد تشرح ليه شرح لراسك حتى هي الطريقه اللي زوينه. جلس مع راسك بوحدك وبدات تشرح. يعني كيف كنا كنديروا في الصغرنا كنلعبوا معلمه مع راسنا بوحدنا، ديرها دابا انت عاود ديرها باش تحفظ الاجتماعيات. شنو اخر كنت كندير؟ كنت كنقاد كي قلت لكم امتحانات كنطلط على الاطار المرجعي ضروري. يعني هذه القضيه خصكم ضروري ديروها في جميع لي ماتيير. ضروري يكون عندكم واحد الاطار مرجعي تقلبوه وتشوفوه باش تعرفوا فين غاديين. ما تبقاوش غاديين هكاك في واحد يعني في واحد سميتو اللي موضرين. لا، حاولوا بما امكن انكم في الفلسفه في العربيه في الاجتماعيات طلعوا على الاطار المرجعي شنو مطلوب منكم. الاطار المرجعي انا كنت لقيتوني في شي فيديو في يوتيوب كنت جلست سمعته ما عقلتش صراحه علاش من فيديو ولا والو، وبقيت كنشوف اشنو هما الاشياء اللي مطلوبه، شنو الاشياء اللي خصني اننا نتجنب انني شنو نرد البال. حاجه اخرى في الامتحان حاولوا تنظموا ورقتكم باش ما النظام تاع الورقه باش ما الورقه منظمه باش ما خطك واضح باش ما كتاخذ نقطه اكثر باش ما هذا ورقتك مرونه. كون متاكد انه راه ما غيعقلوش عليك، راه ما غاديش تحط لك واحد النقطه ما يحطوش لك نقطه زوينه واخا عندك يعني المعلومات
تحطيهم، حيتاش كتكرفص المصحح هكاك وما كيكونش واضح ليه شنو بغيتي تقصد اولا شنو الكلمه اللي كتبدا اصلا. صافي هادشي اللي كاين، هادشي هي الطريقه باش خدمت انا شخصيا الاجتماعيات. نتمنى ان الطريقه تنفعك. حاول بما امكن انك تطبقها، حاول كيف قلت تفهم الدروس، حاول انك تلخصهم بيديك، حاول تحفظ في اتجاه واحد، في حاجه واحده، يعني في واحد سيبور واحد، دوكيمون واحد، ما تكثرش عليك كثره الوراق. حاول بما امكن انك تكرر داكشي اللي حفظتي واحد التكرار متباعد، ما تقولش راه ساليت معاها وصافي وحيدتها وتحيدها بمره واحده. الا درتي هادشي كون متاكد، كون واثق انه راه غادي تضبطها وراه غادي تجي فيها نقطه زوينه. شكرا بزاف على المشاهده، كنتمنى انه الفيديو الجاي يلقاكم بصحه جيده، والى اللقاء فيديو اخر.